التداول أسرع طريقة هتخليك غني في سنة 2025. حرفيا انت لو مش بتتداول ففرصة ان انت تبقى ايلون مصر هتنزل ل 3%. ده بجد. بس عمرك سألت نفسك هي الناس دي ليه بتعمل كده؟ والسؤال الأهم من كل ده، ليه الناس دي حياتهم ما اتغيرتش يعني؟ تفتكر ايه الشغل اللي ممكن يمثلك كروزما زي دي 10,000 دولار كل اسبوع؟ عشان انت ما ينفعش تقعد كده، تعمل فلوس. وبعد ساعات بل أيام من التفكير العميق ودراسة الآلاف من الأبحاث العلمية اكتشفت الإجابة، وهي انتوا ازاي يا جلابيع يا اولاد المرأة اللي لسه ما اتعلمتش التداول؟ انت ازاي يا جربوع يا فقير يا صعلوك لسه ما جيتش عندي على جروب التليجرام؟ يا جدعان صدقوني التداول ده مش مجرد علم، ده اسلوب حياة. حرفيا الجملة دي انت هتسمعها كتير قوي طول ما انت بتتفرج على العيال بتاعت التداول دي، وانا في الفيديو ده هجاوبك بكل بساطة عن ليه هم اصلا بيعملوا كده. تقدر تقول لي مرتبك كام؟ احسن استراتيجية تداول للمبتدئين. الإجابة عن الموضوع ده بكل بساطة إن الشركات دي بتدفع مبالغ خرافية للفيديو الواحد. يعني أنا شخصيا من 6 شهور اتعرض عليا حوالي 350 دولار في الفيديو الواحد، وده سعر يعتبر أكتر 3 مرات ونص من السعر اللي أنا باخده في أي إعلان عادي. فما بالك بقى الناس اللي عندها 2 مليون و3 مليون و4 مليون والكلام ده، الناس دي بيتعرض عليها كام؟ يعني الكلام اللي أنا هقوله دلوقتي ده أنا واثق فيه 100%. في ناس بتاخد ما بين 700 ل 1200 دولار في الفيديو الواحد. وطبعا بما ان فيديو النهارده بيتكلم عن التداول، فاحنا هنجيب الناس اللي بتعمل اعلانات تداول في مصر بين قوسين القمار، لان ده قمار مش تداول ولا يمت للتداول بصله، وهناخدهم واحد ورا التاني. وخلينا نبدا بالشخص اللي يعتبر اول واحد بدا الاعلانات دي في مصر. معانا دلوقتي الشخص اللي ما عندوش محتوى. احنا النهارده هنعمل لكم المبطل. اقول له انت في الزباله. الشخص اللي دايما هيحسسك انه جامد. يعني خلاص يا معلم، خلاص حاولت تبقى راجل ومعرفتش، خلاص هي مش بالعافيه. الشخص اللي ملوش اي لازمه في الحياه، اللي هو لو الاكونت بتاعه اتقفل انا مش هحس ان في اي حاجه ناقصه. انت عارف ان انت لو في رمضان وصايم وشربت بق ميه قبل المغرب يبقى انت كده فطرت. حياتي بقت أجمل بكتير. الشخص اللي تاب ولما الدنيا ضاقت بيه رجع عمل الاعلانات دي تاني، وبعدين عمل لي بلوك، يعني مش عارف ليه، يعني مفيش اي سبب. يعني انا اتنصب عليا مش عارف من مين، انا بعت لمين 1000 جنيه وقال لي هبعتهم لك 2000 وعمل لي بلوك بعدها ب10 دقايق. انا عايز افهم انت مستني ايه، لان انا طلعت مليون مره وقلت اي حد بيطلب منك جنيه اعرف ان هو بينصب عليك. عشان كده انا ما باخدش من اي شخص جنيه، انا ما بتوصلش مع اي شخص، انا شخص بيعمل اعلان. هادي بياخد فلوس من الشركه عشان يعمل لها اعلان، ونتيجه الاعلان ده مين اللي هيجي؟ انا وانت وهي وهم. لحد دلوقتي انت كده فاهم ومفيش اي مشكله. فلما انا وانت هنروح البرنامج ونخسر فلوسنا طبعا ده ليه بقى؟ لان البرنامج ده غير رسمي اساسا وغير معتمد. وركز في كل نقطه انا هقولها عشان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. انا وانت دلوقتي هنخسر فلوسنا دي بقى هتروح لمين؟ للبرنامج اللي هادي بيعمل له اعلان. فالبرنامج دلوقتي هيعمل ايه؟ هياخد الفلوس دي ويقبض بيها هادي واللي زيه عشان يجيبوا بقى ناس اكتر. يعني بالمختصر المفيد كده هادي واللي زيه بينصبوا علينا بطريقه هم نفسهم ممكن ما يكونوش عارفينها، وده بيعكس جهل كل واحد فيهم. فيهم ناس فاهمين وناس عارفين، بس ده مش الاغلب. اغلب اللي بيعملوا الاعلان ده اصلا متخلفين مش فاهمين هما بيعملوا ايه. على ان الناس اتجننت. تعالى كده اتفرج معايا على الصفقه دي انا هعملها ازاي. يعني تقريبا هنا هادي عنده مشكله وهي عدم توفر الاماكن. هادي بيورينا الصفقات بتاعته في الشارع. عدل القاعي اصبح من المعجبين. تجازف وتجرب غير حياتك هتعمل ده. تغيير حياتك انت مش تبقى مليونير، بس كل الفكره انك هتعرف تزود دخل، هتتبسط يا عم، هتروح اماكن حلوه قوي زي كل الاماكن دي. هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه. احنا بنبيع الوهم ولكن في ازازه فاضيه. تخيل معايا كده هادي عمال يبهرني ان انا لو تداولت هروح ابراج العالمين. الشهرة جات لي بدا كتير رنا وجايه كل انا عايزاه وعمري ما نسيت وهو واقف تحتيها اساسا وعايز يقنعني ان هو غني جدا ومعاه فلوس وبيتداول. افهموا بقى، ابوس ايديكم. تاني
شخص معانا النهارده، الشخص اللي ضيع عمره كله في انه يعلمك ازاي تزني. هتقول لها مثلا انت وحماده لايقين على بعض جامد. الراجل اللي طول ما انت بتتفرج عليه، او طول ما انت مش مشترك في الكورس بتاعه، او طول ما انت مش بتتبع الحاجات اللي هو بيقولها، فانت جربوع وتافه ومش على وضعك، ومفيش اي كلبه هتبصلك. انا عندي جسم احسن منك، فلوس احسن منك، عيشه احسن منك، المفروض تسمع نصيحتي. القعده الرجل على رجل، القعده دي مش رجالي اطلاقا. لو هتحط رجل على رجل يبقى كده ومفيش غير كده، واخد مساحتك، فارد ظهرك، فاتح رجليك. مفيش بنات كتيره في حياتي تيجي تبص على شكله، انت لو قلت له قيم نفسك هيقول لك 4 من 10. ليه ما تخسش ببساطه؟ انت سايب نفسك كده ليه؟ طب ما تظبط ده وشوف النتائج. الشخص اللي بيعمل كل حاجه حرام في الدنيا ومحتواه قايم على معصيه ربنا، ده بجد. اوعى تلبس كوندوم انت مش حالي. من الاخر اللي هيضرب رصاصه فطبعا مش هتفرق عنده انه يعمل اعلانات للقمار. الشخص اللي جاي معانا هو دكتور مخاوي. انت مش محتاج تكون مليونير عشان تحس بالامان المالي. لو جبت 1,000,000 جنيه وعاداتك زي ما هي هيتصرفوا برضه، هتلاقي تفاهات تصرفها فيهم. انت بقالك فتره ماشي بدماغك وبتعك. والله يا دكتور مكاوي انا طول عمري بمشي برجلي يعني، فلو حضرتك في الكورس بتاعك عندك طريقه بان انا امشي بحاجه غير رجلي فيا ريت تمسحها وتعدوا لي الإف ده برضه، عشان انا حاسس ان هو وحش يعني، بس انا كنت عايز اقوله فعدوهولي. لو عايز تعمل اول 500 دولار من التداول فمالكش غير الاستراتيجيه بتاعت النهارده. طبعا الاستراتيجيه اللي هو هيتكلم عنها دلوقتي دي هي استراتيجيه التمساح. البرنامج كله ما فيهوش غير استراتيجيه التمساح دي. عايز تعمل فلوس يبقى لازم يكون عندك برنامج القمار العالمي اكسبرت في شنك. ازاي؟ استراتيجيه التمساح يا معلم، انت جاي تهزر معاه. والاغرب من كل ده ان انت تيجي تتفرج على واحد اصلا بيحاول يشرح لك استراتيجيه التمساح دي، تلاقيه هو اساسا مش فاهمها ومش عارف يشرحها، وتلاقيه ماسك لك التليفون كده وباصص لك فيه يقول لك بص بقى لما التمساح يبقى فاتح بقه في ايه بقى؟ يعني معروفة يعني لما التمساح يبقى باصص لتحت فأكيد في حاجة وقعت منه. الاسطوره بتقول لو عايز تعمل فلوس بجد لازم تسمع لمكاوي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الاسطوره دي اتقالت امتى؟ ومين اللي قالها؟ ومعتمده من انهي قريه دي؟ مين القريه المتخلفه اللي قالت الاسطوره دي؟ انا اعتقد يعني كفر مطوبس ما فيهوش الحاجات دي. هتعمل فلوس يعني هتعمل فلوس، مفيش اكسبشن مفيش اكسكيوزز. استراتيجيه هنستعمل فيها مؤشرين وهما التمساح والفراك. بما ان مكاوي خلاص عمل كل حاجه احنا قلناها، فاعتقد ان ده خلاص وقت وداع دكتور مكاوي معانا في الفيديو. ولكن في خبر حلو، ان انت لو عايزني اعمل فيديو مخصص عن دكتور مكاوي فانزل اكتب تحت في الكومنتات على وضعك، وانا كده هفهم ان انت عايز فيديو عن دكتور مكاوي. الشخص اللي معانا دلوقتي هو شخص اتشهر من فيديو ملوش اي 30 لازمه. مين الاقوى؟ انا مين انت؟ بقول لك مين الاقوى؟ انا يا بنت ما تخلينيش اتغبى عليكي. مين الاقوى؟ جوزها طبعا بيصورها بفساتين من نوع انا مش هينفع اوصفه عشان طبعا حرام، مش عشان اي حاجه تانية. تالت شخص معانا في فيديو النهارده هي روح مرات مودي، وشهرتها روح جمبريايه. انا الحقيقه مش عارف ليه الاسم ده بالتحديدا يعني، او اشمعنى اختارت الجمبري بالاخص، بس اعتقد يعني عشان فيديوهاتها ممكن تكون زفره. يعني من حوالي اسبوع كده روح منزله لنا فيديو بعنوان اتعلم حاجه جديده مفيده. يعني انا الحقيقه مش عارف ايه الحاجه اللي انا ممكن اتعلمها من روح. اقول لكم يا جدعان معلومه حصريه على مسؤوليتي الشخصيه، بس المعلومه دي اعرفوا كده ان انا متاكد منها بنسبه 90%، يعني مش اكيده 100%. وهي اصلا الروح ما بتعرفش تقرا وتكتب، او بالتفصيل يعني ضعيفه جدا في القراءه والكتابه، ده بجد. فتخيل بقى انت هتسلم دماغك لشخص جاهل هيعلمك ازاي تجيب فلوس. عايزين ايه تاني بقى؟ دلع. بدل ما تقعد تغل وتتفرس مني وجبتي منين وبتجيبي ازاي ومنين ده كله، تقدر تدخل عندي على جروب التليجرام بتاعي تعلم مني التداول. انا بجد مش قادر اتخيل يعني ان في شخص قواه العقليه مكتمله ممكن يغل من روح او يحسد روح. يعني انت قاعد
في بيتك، من وانت خارج مع اصحابك، من وانت في البحر في البول بتعمل اي اكتيفيتي في حياتك، تقدر تتعلم التريدنج على يعني بجد والله اللي هيقول لك الفلوس مش كل حاجه اديله بظهر ايدك كده زي الخدامه، عامله معامله الخدامه كده، اللي هو بتضربها كده، بتفرد ايدك كده وتديها قلم كده او اديله، يعني ايا كان اللي يقول لك كده. حد يفتكر روح في سنه 2022 او 2023 كانت عامله ازاي؟ كانت مقشفه. شايفين الفلوس الحرام بتعمل ايه؟ بس يا ابني اوعى تتغر بالكلام ده، كل دي فلوس حرام وملهاش اي لازمه. بقول لك يا فندم انا هبعت لك الفلوس يروحوا وتداولي لي انت. هو في اسباب كتير تخليني ما اعملش كده. اولا انا ما باخدش فلوس من حد، ثانيا يا جماعه انا مش فاضيه، ثالثا بقى وده الاهم، انت لو اديتني فلوسك هخسرها اساسا لان انا في الاصل ما بعرفش اتداول. وفي حاجه انا مهمه قوي انا هموت واعرفها، يعني انتم اللي علمكم تنسبوا على الناس، ما علمكوش المونتاج. كل الفلوس اللي معاكوا دي وكل المبالغ اللي انتوا بتاخدوها في الفيديوهات مش هين عليكم تجيبوا مونتير معفن؟ ايه اللي جرى للناس؟ ايه اللي جرى للناس؟ عليا النعمه الناس اتجننت. ثالثا لو انا خدت الفلوس منك واتداولت لك يوم يومين ثلاثه، انت استفدت ايه؟ في مثل بيقول لك ما تدينيش سمكه علمني ازاي اصطادها، وده اللي انا بقدمه لك في جروب التليجرام بتاعي. لا ومش كده وبس، روح مرات مودي هتضحي النهارده. انا لما اعلمك ازاي تصطاد هاخد منك اللي انت اصطادته اساسا. طب انا بقى هسال سؤال لكل واحد بيتفرج كده، انت عمرك ما سالتش نفسك سؤال واحد كده، اشمعنى تليجرام؟ ليه مثلا مش قناه واتساب؟ الناس دي بقى بتختار التليجرام عشان هم عارفين ومتاكدين انهم شمال، فلو حصل اي حاجه في ثانيه يقدر يختفي. ما تستكترش عليا حاجه وانت ما تعرفش انا ربنا واخد مني ايه قصادها. والله فعلا روح تقريبا لاول مره في حياتها بتتكلم صح. فتعالوا بقى نكتشف ايه الحاجه اللي ربنا واخدها من روح. لو جينا بصينا كده هنلاقي روح عندها فلوس، فولورز، لجان بتكتب وبتطبل في الكومنتات، فتقريبا كده روح مقفله اللعبه. ولكن في حاجه واحده بس ناقصه من عند روح، وهي القبول. حرفيا البنت دي دمها تقيل جدا، ودي رساله حابب اوجهها لكل واحد بيتفرج. اوعى يا ابني تفتكر ان لما يبقى معاك فلوس حرام والناس كده ملمومه حواليك واي افيه بتقوله ناس بتموت ضحك والكلام ده فيبقى انت فيك قبول. لا يا ابني والله القبول ده حاجه بتيجي من عند ربنا. خد منك ايه يا حبيبتي؟ عندك الفلوس والاهل والابن والصحه، ما تقعدوش بقى تمثلوا وتكونوا عايشين احسن عيشه وتقولوا ناقصني حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. اهي دي تقريبا اللي روح كانت بتتكلم عنها في الفيديو اللي من شويه، لما كانت بتقول الناس اللي بتغل مني والكلام ده. تقريبا هي قرأت الكومنت ده وفتحت الكاميرا عملت لنا الفيديو اللي كنا مشغلينه من شويه. وبرضه نصيحه لاي حد بيتفرج عليا دلوقتي، اوعى يا ابني الناس دي تغرك، كل ده بيكون من الشيطان، انت احسن منهم، انت بتتقي الله في كل تصرفاتك. الناس دي كلها غلط، الناس دي لو فضلت على اللي هي فيه ده كلها هتهلك. وبس كده الفيديو خلص. لو وصلت للنقطة دي من الفيديو فانا بحبك جدا، فانزل اكتب لي في الكومنتات ايه اكتر لحظة عجبتك في الفيديو. وبس كده ما تنسانيش باللايك وتشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك، وتروح تعمل لي فولو على الانستجرام. انا الانستجرام بتاعي بعد ما وصل 100,000 اتقفل، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، انا راضي باي قضاء من الله عز وجل. فروح اعمل لي فولو على الانستجرام الجديد، هتلاقي اللينك تحت في البايو او اهو، روح اعمل لي فولو بسرعة. وما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات عايزنا نتكلم في مواضيع ايه الفترة الجاية. وبس كده انا شادي جن، اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.